تعالوا نغير شوية ونعمل النهاردة مع بعض طبق الفول بالزبدة والحليب. أيوة، حليب زي ما سمعتوا بالظبط. سامعك اللي بتقول إيه العك كده؟ طب أقول لك على حاجة، شوف معنا الفيديو الآخر وجرب الطريقة ودوق الفول بالزبدة والحليب، وإن شاء الله ظنك فينا مش هيخيب. في وعاء على نار فوق متوسطة بضيف معلقة كبيرة من السمنة البلدي أو من الزبدة زي ما تحبوا، ولكن نختار حاجة تكون طعمها حلو وريحتها جميلة عشان تخلي الفول بتاعنا طعمه مميز. لما تبتدي تسيح معانا هنزل عليهم بربع كوباية من اللبن أو الحليب، يكون حليب عادي جدا، ممكن نستخدم حليب معلب مفيش مشكلة، وأدوب فيه قطعة السمنة أو الزبدة بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده لغاية لما تبتدي تدوب تماما. بعد كده هبتدي أنزل عليها بالتوابل بتاعتي. أنا هستخدم توابل بسيطة جدا ومش هكتر، عاوز طعم الطبق ده يبقى مميز بالطعم البيور. هضيف رشة من الفلفل الأسود ورشة صغيرة من الكمون، بس مش أكتر ولا أقل. هقلبهم بعد كده كويس جدا عشان يدوبوا ويمتزجوا في الخليط اللي انا عملته ده. الخليط ده هيخلي الصوص او الميه بتاعت الفول زي ما بنقول بالبلدي ليها طعم مميز جدا. بعد كده لما يبتدي يغلي معانا هنزل معايا بكميه الفول، وطبعا الكميات بتبقى نسبه وتناسب زي ما احنا شايفين كده. انا ضفت تقريبا كوبايه من الفول، كوبايه كبيره من الفول. بنزل على الخليط ده وابتدي اقلبه مع بعض، وبعلي النار بتاعتي شويه تكون فوق المتوسطه عشان ابتدي ابخر الميه الزياده، وعاوز الخليط ده يتقل او يأثر زي ما بنقول. هنسيبه بقى مع بعض 3 4 دقايق كده، هنهدي النار عليه ونسيبه مع نفسه ياخد ويدي كده لغايه لما يدينا القوام المطلوب. دلوقتي هنروح نعمل مع بعض بقى طبق بصل ما اقولكوش عليه، يتاكل جنب اي حاجه يفتح النفس. هنقطع البصل شرايح زي ما احنا شايفين كده، شرايح جوليان. ممكن تقطعوا معاه فلفل حراق، دي حاجه بقى براحتكم، شرايح طماطم، كل ده زي ما انتوا عاوزين. شكلوا فيه ونوعوا براحتكم. هو طبق بسيط جدا ومكوناته بسيطه، ولكن فعلا طعمه حلو قوي وينفع جنب حاجات كتير جدا مختلفه. هنشوف دلوقتي المقادير بتاعتنا. دول بصلتين صغيرين، هنحط معاهم نص معلقه صغيره من الملح، اقل من ربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود، اقل من ربع معلقه صغيره من البابريكا او الشطه الحمراء زي ما تحبوا، وطبعا رشه صغيره من الكمون، دي اللي بتديله النكهه المميزه. بعد كده هديله معلقتين كبار من الخل، وبعد كده هخفف الخل بتاعنا ده بحوالي 3 معالق ل 4 معالق كبار من الميه. وبعد كده هقلب الخليط ده كله مع بعض، وخلاص خلصت كده التتبيله او الدقه بتاعت البصل. هنقلب التتبيله دي كويس جدا، بعد كده ننزل عليها بالبصل. على فكره اللي بياكل الفول على عربيات الفول المشهوره هتلاقوا دايما بيحطوا بصلايه صغيره كده قطعوها لنا ويحطوا عليها شويه خل وملح وفلفل وكمون، هي حاجه قريبه من كده. لكن فعلا طعم الطبق ده حلو جدا ويفتح النفس. دلوقتي خلاص الفول بتاعنا تقريبا استوى. هنرش عليه بقى الملح بتاعنا، ده بيبقى حسب الرغبة، الملح هنرشه في الآخر. وبعد كده هنقدمه زي ما احنا شايفين. طبعا احنا مش هنسيبه لغاية لما يتقل تماما على النار، لا هنسيب القوام يكون لسه فيه سايل شوية، لأن هو لما هيبتدي يبرد هيديني الصوص الجميل ده. على فكرة طعم المية بتاعت الفول بالطريقة دي بتاعت الزبدة والحليب ما اقولكوش عليه. جربوا الطبق ده، هو فعلا طبق بسيط وحاجاته كلها بسيطة، لكن بجد هيفرق جدا في الطعم معاكم. يلا جربوا الوصفة ومستني رأيكم، وإن شاء الله انتظرونا في فيديوهات جديدة على قناتكم، قناة الشيف محمد شحاتة. مع ألف مليون سلامة.